نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فحديثنا اليوم عن التبرج، ولكن اسمحوا لي فلن أتكلم عن تبرج النساء، ولكن سأتحدث عن تبرج الرجال، بل عفوا إنه تبرج الذكور، وإن شئت فقل تبرج أشباه الرجال، لأن الرجولة وصف شرعي جاء في القرآن والسنة في معرض المدح والثناء. رب مدح الرجال في كتابه فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولئن كان للنساء عورات أمرنا بسترها وسوءات نهينا عن كشفها، فللرجال من ذلك نصيب سواء بسواء. قد أمر الله جل وعلا النساء بحفظ فروجهن فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقبل ذلك قال للرجال مخاطبا إياهم وقل للمؤمنات وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن للرجال عورات كما أن للنساء عورات. والأمر الوارد أو الأمر بحفظ الفرج الوارد في القرآن في عمومات الآيات يتناول حفظه من ارتكاب الفواحش ويتناول حفظه من انكشافه للناس. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض كالحاج في الشواطئ والمسابح وما شابه ذلك، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال إذا كان أحد خاليا، قال والله أحق أن يستحيا منه من الناس. وقد نص جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل، بمعنى أن الفخذ عورة. قال ابن قدامة كما جاء في المغني ويلخص مذاهب الفقهاء قال فالعاقل أن عورة الرجل والصالح من المذهب ما بين السرة والركبة. نص عليه أحمد في رواية جماعة وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقول أكثر الفقهاء. وقال النخروي المالكي في الفواكه الدواني قال اعلم أن عورة الرجل الواجب عليه سترها عن الناس خلى زوجته وأمته ما بين السرة والركبة، بين رجل مثله أو امرأة محرم له، إلى أن قال وهذا يقتضي أن الفاخذ من الرجل عورة.
فيجب ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه. وهذا النهي عن كشف الأفخاذ ورد في بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. فقد أخرج الدارقطني في سننه والحديث حسن الألباني في الإرواء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: الفخذ عورة. نص المسألة: الفخذ عورة. وجاء في لفظ أحمد: إذا أراد أحدكم أن ينكح عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل ما بين سرته إلى ركبته عورة. ويقول جرهد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عندنا فانكشفت فخذه فقال: أما علمت أن الفاخذ عورة؟ ولما رأى معمر قال: يا معمر خرقت لي فخذك فإن الفاخذ عورة. كل هذه الأدلة تبين أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فيجب علينا أن نتعبد الله جل وعلا بستر العورة. وتنبه أيضا إلى قول ما بين سرته وركبته عورة أنه لا يعني أنه يجوز كشف الصدور والظهور أمام الرجال فضلا عن كشف أمام النساء، لأن ذلك كما قال أهل العلم من خوارم المروءة ومن دواعي الفتنة. واليوم للأسف لم يعد التبرج وصفا خاصا بالنساء. كنا نحزن ونندم على حال النساء وما وصلت إليه المرأة المسلمة من هبوط وسفول، حتى صار التبرج وصفا لكثير من الشباب اليوم. أصبح الشاب لا يتورع عن كشف فخذه وعورته أمام الناس، يلبس السروال القصير فينحصر إلى وسط فخذه كلما جلس أو انحنى، وبعضهم يلبس القميص فوق السروال القصير، فإذا أراد أن يجلس رفع قميصه وشمره يظهر عورته للناس. في زمن العجائب، وعجائب هذا الزمن لا تنقضي، يتعمد بعض شبابنا اليوم إسقاط السروال ليظهر شيئا أو ليظهر شيء من الجسد، وبعضهم يتعمد كشف عورته أمام الملأ، أمام بيوت الناس وفي الأرصفة وفي الطرقات، بل حتى أمام بيوت الله. يجلس أمام بيوت الله مدخل النساء ولا يستحي، يبقى جالسا كاشفا عن عورته، لا يستحي لا من خالق ولا مخلوق، في صورة مستهجنة تدعو للرذيلة، في صورة منكرة تدعو للفتنة. قد انساهم الشيطان ذكر الله تبارك وتعالى، فرأوا في كشف العورات وإسقاط السراويل موضة حضارية وتقدما وحضارة، والحقيقة أنها نكسة خلقية والسقطة حضارية اتبعوا فيها سنن اليهود والنصارى سبيل المغضوب عليهم والضالين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الواقع الذي نعيشه وكأنه يعيش بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال ابن شرح الحديث: هذا الحديث جاء على وجه التوبيخ والتقرير، على وجه التوبيخ. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلوا. الصحابة تساءلوا قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: قبل سنوات ما كان الملتزمون يرفعون سراويلهم فوق الكعبين، كان الناس يسخرون منهم ويعدون ذلك رجعية وتخلفا. لكن لما صار الناس اليوم يرفعون سراويلهم إلى أفخاذهم ويكشفون عوراتهم، لم نسمع لهم بنت شفاء. لا ترى منكرا، لا ترى منكرا. عجيب أمر الناس اليوم، العلماء والعلم، هذا الفساد الموجود في المجتمع
خاصة في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، خاصة في فصل الصيف. من أولئك الجالسين عن أفخاذهم كاشفين ومن ماء الحياء منسلخين، يلبسون تلك السراويل القصيرة التي يسمونها أو يسمونها في لغة العجم بالشورت، في اللغة العربية بالتبان. وقد تفنن الخياطون في إنتاجها وتصميمها أشكالا وألوانا، وتهافت الناس وراءها شراء واقتناء. إنهم يلبسونها أي السراويل القصيرة في مسابقات العدو الجوي، وفي مباريات كرة القدم في الكر والفر، يسهل عليهم الكر والفر. أما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحوج إلى الكر والفر في الجهاد في سبيل الله، وما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه أن يكشف عن عورته، بل قال لمعمر كما ذكرنا يا معمر غطي فخذك. إنهم يلبسونها في شواطئ البحار، فإذا خرجوا من البحر ستروا أنفسهم، وكأن الله جل وعلا يجيز لهم كشف عوراتهم في البحار. يلبسونها في المسابح، وما أدراكم ما المسابح؟ هذه المسابح التي لا تسمح إلا بالثوب الضيق الذي لا يستر إلا السواتين عزكم الله، في منظر فظيع وفي منظر فاضع ومنظر قبيح. ترى الشاب اليوم لا يجد حرجا في أن يعري نفسه كاملا ويلبس تبانا قصيرا فاضحا كاشفا عن عورته وفخذيه، غير مراعي بحرمة هذا الفعل الذي تألفه النفوس السوية والفطر المستقيمة، وغير مراعي لوجود تلك العائلات في الشواطئ. أين الغيرة؟ أين الحياة؟ بل أقول أين الرجولة؟ أين أشياء كنا قديما تربينا عليها؟ أين أشياء لا تحتاج من أدلة من النصوص؟ عيب أن تلبس سروالا قصيرا وتجلس أمام جارتك أو تراك عاريا. أين رجولتك؟ أنت رجل؟ الرجل يفعل هذه الأشياء، الرجل يعري نفسه أمام النساء وأمام جيرانه وآبائه وإخوانه وأخواله وأعمامه. أين الرجولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على السباحة هو الذي أمر بتغطية الفخذ وقال غطي فخذك. شوفوا سبحان الله، حتى في المساجد، حتى في المساجد صار الناس سبحان الله العظيم يكشفون عوراتهم حتى في بيوت الله. يدخل أحدهم بشورت قصير، فإذا ركع أو سجد أو جلس بين السجدتين أو بالتحية ظهرت عورته، وبذلك تبطل صلاته. يقول النووي فإذا انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته، سواء قل المنكشف أو كثر. فلا تعرض صلاتك للبطلان، لا تعرض صلاتك للبطلان. بعض الناس كذلك يدخل المسجد بقميص شفاف فوق تبان قصير، فإذا ركع وسجد ظهرت عورته. فليتق الله شبابنا، وليعلموا أنهم محاسبون على هذه الأعمال. لا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ديننا ناسخ يا جماعة، النصارى منسوخ، ديننا تابع، دينه متبوع، ديننا يعلو ولا يعلى عليه. عجيب، كل ما جاء من وراء البحر تقيناه، أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرفضه كثير من أبنائنا ويتغافلون عنه. من كان يظن يوما أن ربي شبابنا أو يطلقون اللحى، كان الناس قديما يسخرون من أصحاب اللحى، صار اليوم من يطلقون لحاهم لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اقتداء باللاعب الفلاني والمغني الفلاني والعالم، ولكن شتان بين الرجلين كما ما بين السماء والأرض. فالأول مأجور والثاني مأزور، قد تبع أهواء الذين لا يعلمون. ديننا مبني على الوحي، ديننا مبني على
موافقة الفطرة وموافقة العقل، ودينه مبني على اتباع الأهواء. لماذا نقبل كل ما يأتي من الخلق؟ لأن كل ما يأتي من الخلق يوافق الشهوات والألذات والأهواء. وصدق الله حينما قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولاتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى من بعد. من مظاهر كشف العورات ما انتشر بين الشباب اليوم من ارتداء الثوب الممزق المخرق المقطع حتى يبدو لحم الفخذ. يبقى المسلم العاقل حيران في زمن وانتكست فيه الفطر وانقلبت فيه الموازين. كان الناس قديما، كان الفقراء محرومون، هم الذين يلبسون السراويل المقطعة، هم الذين يلبسون السراويل الممزقة. لكن صار الثوب الممزق اليوم يباع بأغلى الأثمان ولا يشتريه إلا فلان. كان التعري علامة من علامات الجاهلية، فالمجال الإسلام حارب هذا الفساد، حاربه بكل هواده، بدليل أن الناس في الزمن الأول كانوا يطوفون عراة. فأنزل الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: كان الناس يطوفون عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل. فحرم الله جل وعلا على الناس أن يطوفوا عراة، لأن الإسلام دين العفة، الإسلام دين النقاء، الإسلام دين الستر، الإسلام دين يدعو إلى كل خير. يوم بعض الشباب يقفون في صلاتهم بهذا الثوب الممزق، يصلي بهذا الثوب الممزق، يقف بين يدي خالقه جل وعلا بثوب مقطع. والسؤال لو قيل لأحدهم أنك ستقابل الوالي أو الوزير غدا بثوب مقطع والوالي يمنع ذلك، هل سيقف بين يديه بثوب مقطع؟ أجيبه، هل سيقف؟ سوف لن يفكر أبدا أن يقف بين يدي سيده بثوب مقطع، ولكنه يرضى أن يقف بين يدي خالقه. وربما ذلك الوالي أو الوزير لا يسوى شيئا عند الله، لكن فضل ما يخشى الناس على خشية الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، إن كانت النساء مأمورات بستر عوراتهم فكذلك الرجال مأمورون بستر عوراتهم. فليتق الله شبابنا وليدعوا هذه الزبالات التي أتتنا من الغرب، وليتشبهوا بدينهم وبقيمهم وهويتهم. فديننا يدعو لكل خير ولكل عفة. وليتق الله تجارنا عن ترويج هذه الألبسة المغشوشة. ومن غشنا فليس منا. مال قليل يكفي خير من كثير ويلهي. أيها التاجر، ماذا تنفعك هذه الأموال وأنت تعصي الله جل؟ بل أنت تنشر الفاحشة في الذين آمنوا. أنت مفسد بيد الغرب يخطط وأنت تنفذ. اتق الله. وليتق الله آباؤنا في تربية أبنائهم على الحشم منذ الصغر. كلكم مسؤول. الآباء اليوم صاروا غائبين، اليوم صار يفكر إلا في لقمة العيش، يظن أن دوره قاصر فقط على جلب لقمة العيش، ونسي أن مسؤوليته أكبر من العيش وأكبر من المال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نسأل الله جل وعلا أن يسترنا وأن يحفظ أولادنا وبناتنا ويحفظ مجتمعنا وأن يعيدنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعافنا الصحاء منا. اللهم